سهام انا مستنيكي من ساعتها. لازم تعرفي اني معجب بيكي من زمان. واضح ان اليوم ده مش هيعدي على خير. عايز ايه يا ايمن؟ انا مش ناقصه مشاكل. عايزك تقبلي عزومتي على حاجه ساعه. انتوا ايه واحنا مين ودول ايه ودول ايه؟ انا تعبان، انا من دي وتعبان. ومساء الفل عليكم. وأسوأ 10 مشاهد شباب وأطفال فوق سن ال50. الشباب حصل لهم انتكاسة وبقوا فوق سن ال50. المهم نبدأ بالمركز العاشر معانا اللي هو شاب بسيط كيوت كده للمركز الأول، ويعني أصغر طفل في تاريخ الدراما المصرية. طفل عنده 50 سنة بس لما نروح له بكرة الجواز هينسيها كل المشاكل اللي كانت عايشة فيها دي. فيها ايه لما اديله شيك؟ كنا وافقنا ان احنا نديله بنتنا، هنخاف نديله حتة شيك؟ اصل تصرفاته ما تطمنش يا رفعت. ويمكن يكون صريح شوية. شاب بقى، انت عارفة يا شباب اليومين دول مندفعين. يا سيدي ان شاء الله يتجوز وربنا يهديه. الماديات المفروض تتناقش بيني وبين معاليك، واعتقد ان حضرتك هتوافقني كمان ان مسألة ديكورات الشقة وتجهيزها ملوش لزوم دلوقتي، على اساس اننا مسافرين، وحضرتك طبعا عارف بالعمل في السلك الدبلوماسي. ده هو ده طلع العريس المتهور القرعن الفلتان، الولد الفلتان اللي جاي المخرج جايبه لنا. شاب بقى، انت عارفه يا شباب اليومين دول مندفعين. مندفع ده العريس المندفع. لابس كرافته فعلا متهوره ومندفعه جدا، ما شاء الله. كرافته توجع العين. وزي عم سمير الشاب المتهور جدا ده. ونروح للمركز التاسع واقل مراهقين في الدراما المصريه. سميحه نازله. هي مش ماما نبهت علينا ما حدش ينزل من غير اذنها؟ هقول لماما. انا عارفه انت رايحه فين. ماما ايه ده؟ انت اللي ماما. زعلت يا قمر؟ خلاص انت ست الحسن والجمال، بكره نغنغك يا بت. يا حسن السود هنا ياما. دول المفروض الشباب الكتاكيت اللي في المعامر المراهقه. المفروض ويعني بيحبوا بقى وبيتجوزوا والكلام اللطيف ده. لا بس باروكه استاذ حجاج عبد العظيم يعني ما شاء الله عليها، باروكه في منتهى المراهقه. ما اقتنعتش انت بالكتاكيت دول صح؟ تعال نروح بقى للمركز الثامن من نفس المسلسل برضه، كارثه انيل من اللي قبلها. صباح الخير. باكو بسكوت لو سمحت. شكرا. هتفضل كده على طول يعني؟ على فكرة بقى خد بالك، الحكومة موقفة عسكري قدام مدرسة البنات بيمسك الولاد اللي بيعاكسوا. يحبسني علشان استريح. ده انت ناوي تتسجن بقى؟ علشان الغلاسة اللي عملتها معاكي امبارح. يعني معترف انها غلاسة؟ تستاهل يعني تعاقبيني عليها. بس مش قوي كده. على فكرة هو انت عملت كده ليه؟ علشان بحبك. اياه ما تقولش كده. لا اطفال جدا وانا اقتنعت ان دول اطفال عندهم 12 سنه، باين عليهم وعلى وشهم. تجاعيدك يا استاذ بتقول انك عندك 12 سنه فعلا. يلا باي بقى لحسن المدرسه قربت وانا خايفه البنات ياخدوا بالهم. ايه اللي موقفك كده؟ مش انت كمان عندك مدرسه؟ انا يعني مزوغ النهارده، كنت عايزك انت كمان تزوغي معايا. مش قلنا بلاش قله ادب؟ معاكي حق، هو الصبيان الوحشين هم بس اللي بيزوغوا. صبيان وحشين ونوتي جدا اللي بيزوغوا دول. تخيل ان دول المفروض الميس كانت بتذنبهم من شويه عشان ما عملوش الهوم ورك. ده الطفل الوحيد في العالم اللي بيوقفوه في الكماين ويسالوه على البطاقه. ونروح للمركز السابع ومشهد تاني برضه الاستاذ طارق لطفي وفي دور طفل برضه. مجدي يا عيون مجدي، يا اجمل ام في الدنيا. عملت ايه يا حبيبي النهارده في المدرسه؟ الحمد لله كله تمام، بس بصراحه بقى ملياش نفسي اذاكر وانتي راقده كده. انا كويسه يا حبيبي بس انت تذاكر يا مجدي. انا اقتنعت ان هو طفل باين عليه الطفوله، جايب شعره على جنب ولابس بيجامه. شفت المصداقيه؟ معاش ولا كان اللي يقول على ابن عيشه عيل، ده انت راجل وسيد الرجال. المهم انا عايزاك تذاكر كويس قوي وتنجح وتجيب درجات كبيره قوي. عايزاك تقعد تذاكر، مفيش خروج بره، فاهم يا مجدي؟ يا رب انجح عشان خاطر امي. اهلا يا عم سعداء، قصدي اصل انا بذاكر ما اقدرش. ادام امي قالت لي ما اخرجش يبقى ما اقدرش اخرج. ده واضح ان الغلط فينا احنا. الاطفال زمان هم كانوا ما شاء الله بخيرهم وكلهم بركه. ومن هذه المنصه بعلن عن هاشتاج حمله معا لعوده السمن البلدي والمفتقه لللانش بوكس بتاع العيال، عشان واضح ان الشوفان والافوكادو والكلام الفارغ ده مش جايب نتيجه. ونروح للمركز السادس واقل ام في الدراما المصريه. اتفضلوا يا جماعه. الف مبروك يا بنتي، الف مبروك يا حبيبتي. الله يبارك فيك يا الحمد لله على السلامه يا
الله يسلمك يا ولد، سامحني يا ممدوح. ده انا عمري ما ازعل منك يا انا اللي مش مسامحكوا. ايه ده المفروض ابن منة فضالي. ليه خلفته وهي في كي جي 2؟ حقكم علي، انا عارفه اني غلطت في حقكم. لو اللي هو في ممثلات احيانا ممكن يبان عليهم السن شويه وهم صغيرين، او يعرفوا يعملوا دور ست كبيره مثلا وهم صغيرين زي عبله كامل مثلا، لكن منة فضالي شكلها صغير اصلا. الواد باين قوي ان هو قريب منها في السن. ونروح للمركز الخامس والشباب الجامعي الجميل الصغنن. مش تحاسب الله يخرب. مين سهام؟ حضرتك تبقى مين؟ ايمن ابن عم حمزه البقال. انت جايه تطلعي صوره مشتت بكالوريوس؟ انت طلعتها؟ لسه مستلمها طازه اهو. ده اكيد بكالوريوس نهايه الخدمه والاحاله للمعاش، او لترى الغفير، ايهما اقرب؟ سهام انا مستنيكي من ساعتها. ليه ان شاء الله اصحاب؟ لا يعني مواصلات زحمه دلوقتي، ده فقلت اوصلك. والله انا في الهم ده كل يوم لغايه ما اتعودت عليه. انا حاسس ان ربنا بيحبني علشان اداني الفرصه دي اتكلم معاكي. ايه بقى، هنبتدي من اولها؟ لازم تعرفي اني معجب بيكي من زمان. واضح ان اليوم ده مش هيعدي على خير. عايز ايه يا ايمن؟ انا مش ناقصه مشاكل. عايزك تقبلي عزومتي على حاجه ساقعه. لا الحاجه الساقعه خطر عليكم يا شباب، يعني ممكن تشربوا كولاجين ابرك لكم عشان خشونه الركب. ولو قلت اي كلمه ضايقتك من حقك تضربيني بالازازه وتمشي. والله انا مرات اتفاعل من اللي عمال بشوفه يعني. فاعمل لايك من زرار اللايك اللي تحت، اجبر بخاطري باي حاجه، واشترك معانا في القناه لو لسه ما اشتركتش. شوف لك فيديو او اتنين عجبك الكلام كمل، ما عجبكش بقى الاشتراك كده ما بيلزقش. ونروح للمركز الرابع ولسه مستمرين مع الشباب الجامعي الكيوت. يا سهير على خير. طب ما تيجي اوصلك في سكتي؟ لا معلش احنا ناخد تاكسي. فكرتي في ايه؟ تيجي شقتي؟ لا ده بعدك. سهير انا بحبك. انا كمان بحبك يا عادل، بس الشقه حاجه والحب حاجه تانية. يبقى لسه خايفه. طب بما يرضي الله عايده رياض شكلها طالبه جامعيه تمشي ماشي حالها مفيش مشكله، لكن عم عادل الكمساري اللي جنبها ده ايه؟ ده منظر طالب جامعي، ده شنبه لوحده اصلا عنده 50 سنه قبل الميلاد. ايه رايك؟ مش بطاله. لا تسلم ايدك يا عم عادل على التلوث البصري اللي انت عامله لنا. لا شقه ذوقها يقرف ما شاء الله. انتي لا بطل شقاوه. شقاوه ايها الراقدون تحت التراب. ايه مالك؟ عندي صداع جامد قوي. اكيد لازم يجيلك صداع من علبه الجليتر اللي انت قاعده فيها دي، او من شعر صدر عم عادل برضه احتمال. الاستاذ شعر الصدر حسين. ونروح للمركز الثالث واقل شاب كيوت في الصعيد. السلام عليكم يا جدي. كنت فين من الصبح؟ انت ايه يا كلب؟ تضربني يا جدي؟ جدك ازاي؟ وهقطع جدتك دي نساير. كل ده عشان عوقت عليك؟ انت مصيبتك كبيره. تقريبا الاطفال عندهم بيرضعوا فته. وقلت لك اخر مره بلاش يا هيمه تطلع الجبل. انا ما عرفتش حاجه عن الكلام اللي بتقوله ده يا جدي. واعمل كده ليه؟ انت هتنكر عليا حرام انت. لا ولا تحرق في دمك خالص. احرمه من المصروف وقعده في النوتي كورنر. الشباب البايظ ده لازم يعاقب. حرام. وقف مكانك. انا لازم اقتلك يا كلب. تقتل واد ولدك يا جدي؟ لا بس باروكه شبابيه ومتهوره جدا للاستاذ ضياء عبد الخالق. يعني كيف تصنع شابا في الدراما المصريه في 3 دقائق بدون روت. كل اللي فات ده بقى كوم، والمركز الاول والثاني مصايب سودا بيور. يعني حاول تمسك عقلك واعصابك وانت بتشوفهم. نروح للمركز الثاني. يا ساتر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيفك ياما؟ زينه يا ولدي. والله يا ولدي ما عارفاش هنعيش هنا ازاي. ما انا اديلي 4 سنين اهو بسافر مصر وعاود تاني. اي مكان تبقى بعيد عني فيه تبقى غربه يا ولدي. المشهد ده مش محتاج تعليق. المشهد ده محتاج قنبله نوويه تنزل تفجره. ان شاء الله يا اخوي تسافر وتعاود بالشهاده الكبيره. يسمع من بقك ربنا يا فاطمه يا اختي. يعني لو سافرت هتوحشك يا ولدي؟ طبعا ياما هتتوحشيني قوي. انت بس ادعيلي كده يا حاجه ان ربنا يوفقني واكمل علامي. ده عيالك يا ولدي. عايده رياض اصلا شكلها صغير. نمرة 2 احمد عبد العزيز شكله اصلا اكبر منها، وفي افلام ومسلسلات كتير اصلا بيطلعوا كابل بيحبوا بعض. هم قريبين اصلا من بعض في السن، اعتقد الفرق ما بينهم سنه او حاجه زي كده. فيعني ازاي عايده رياض تبقى ام احمد عبد العزيز واحمد عبد العزيز طالب في الجامعه؟ فاكر ان المركز الثاني ده مشهد غريب. تعالوا نروح للمركز الاول، المصيبه السوداء اللي معانا النهارده. محمد. ايوه يابا. تحت امرك يابا. انا عايزك يا ابني تجهز نفسك عشان تسافر طنطا ان شاء الله، تروح تتعلم هناك. وهقعد فين في طنطا يابا؟ تقعد عند مجاهد اخوك من امك.
ايوه حصل الاستاذ احمد عبد العزيز يبقى ابن الفنان احمد ماهر. خلصوا دب في بعض في معركه عين جالوت في مسلسل الفرسان، وجم في المسلسل هنا عملوا اب وابنه. لا ونعم البر بالوالدين. مالك يا محمد؟ سايب دروسك وجاي قاعد هنا ليه؟ ادي لي اكتر من سنه اهو في الدروس ومانيش فاهم حاجه. ليه بس؟ المدرس من دول بيقعد يرص كلام تقيل قوي وما بيفهمناش معناته ايه. محمد ابوك جايبك هنا عشان تحفظ وتتعلم، يبقى لازم تحفظ وتتعلم. المدرس بيقول مصطلح وما بيشرحوش، وحتى ان شرحوا ما بفهموش، يبقى اتعلم ازاي بقى؟ زمن البركه. الطفل زمان كان طول بعرض ولا قوم عاد وثمود. قول لي بقى انا اتعلم ازاي؟ وماله يا ابن عمتي؟ ما تتعلمش، ما البلد كلها مش متعلم، اهم بيحشوا في الاكل حاش. بس ابويا راسه الف سيف اني لازم اتعلم. دي الاطفال اللي شربت شوربه المجادم اللي يقولوا عليها كوارع بتاعت الخاله راويه. يلا يا راجل ندبها اكل ونديها لعب. على رايك يا زكريا، يلا يا راجل يلا. يا اولاد يلا العبوا وانبسطوا وعيشوا سنكم وطفولتكم. بس شفت المصداقيه؟ المخرج خلى استاذ احمد عبد العزيز يحلق شنب استاذ احمد عبد العزيز ما يتحلقش بالساهل علشان المصداقيه والحبكه الدراميه. لا تسلم ايدك يا مخرجنا. تسلم ايدك يا سيدي المعلمين. ولو ما شفتش اسوأ 10 مشاهد الطلبه والتلاميذ من افلام ومسلسلات مصريه، هسيب لك الفيديو هنا دلوقتي في حته طالبه في رابعه ابتدائي، ادخل بص عليها، المشهد ده كارثه. واشوفكم على خير في فيديو جديد قريب. السلام عليكم.